السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في قناة بنت بابا. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم وصفة لكبش الجزائر، وصفة تستحق التجربة. مم تقدري ديريها بغير مناسبة، يعني بغير العيد، تحمر لك وجهك قدام ضيافك. والديكور تقدري تزيني بأي ديكور حبيتي. هذه الوصفة ديريها في عينك، تابعها معايا. في باسين ديال الغوص حطيت 250 غرام تاع زبده. انا اخترت فلوريال كيما راكم تشوفوا، تساعدني في الخدمه، والقوت تاعها بزاف بنين وصابلي ولا الكاطو تاعها مليح وبنين. نحط عليها 4 مغارف كبار تاع الزيت ونخدمهم مليح. نحاول هذاك الزيت ندخله في الزبده، ومن المستحسن تكون بدرجه حراره الغرفه. ندير عليها 4 مغارف كبار تاع السكر كلاصي بعد ما هذاك الزيت تدخليه كامل في الزبده. ونحاول السكر كلاصي كذلك ندخلوه في الخليط بين زيت وزبده، نخدمهم مليح. من بعد راح نضيف زوج بيضات كاملين. نديروا زوج بيضات كاملين. هذا القطع راح يجي يذوب في الفم، يسمى ما تشقايش كامل، تستعملي غير صفار. ديري زوج بيضات كاملين، نخدمهم مليح حتى نحصل على قوام يكون كريمي. كما تقدري تستعملي الباتور، كما تقدري تستعملي البيتخان. كي ندخل مليح البيض في هذاك الخليط اول، حندير كميه مليحه من لافاني، ومن المستحسن ديري لاغوم تاع نواه كوكو. انا ما توفرتش معايا للاسف. بعدها حنضيف 4 مغارف كبار تاع مايزينا، ونحاول ندخل المايزينا مليح في الخليط الاول حتى يتجانسوا لي كامل المكونات. كما عودتكم انه نخدموا الكاطو تاعنا حاجه بحاجه، ما نحطوش الكل مع بعض. نبدا نطنب الفارينه وندير تدريجيا باش ما تزربنيش، والصابلي تاعي يجيني طري بزاف. يخصني نتحصل على عجينه تكون طريه، سي بور سا اللي ندير الفارينه تدريجيا. حذري ديريها كامل وتزربك ولا تغلبك. نطمو صابلي تاعنا بالانامل فقط، ما نعجنوهاش حتى نتحصلوا على عجينه كيما هذه. شتو شحال طريه. راح نشكلوها كرات صغار ونحطوها بجانب، ونروحو نخدموا الحشو كيف كيف. في باسين تاع الرز نحط زوج بيضات كاملين، نحط عليهم كميه مليحه من لافاني. كما قلت لكم من المستحسن لاغوم تاع نواه كوكو، ونحط كاس معمر تاع سكر عادي، ونخدمهم بالفوي حتى يتنحى لي الصفوريه هذيك تاع البيض. ماشي شرط يكون بيض قوام بيض وطالع كامل، وانما ديك الصفوريه تاع البيض لازم تتنحى. فوالا نخدمهم غير بالفوي. اذا حبيتي بالباتور تسهلي على روحك العمليه ديري. نحط عليهم نص كاس تاع زبده ذايبه. درت زبده ماشي سمن وماشي زيت، ديري زبده تكون ذايبه وبارده، ما ديريهاش سخونه لانه راح تفسد لك كامل الخدمه وترفد لك مام نواه كوكو، تدير كميه بزاف. نزيد نخلطهم مليح حتى يتجانسوا المكونات. نضيف كاس تاع نواه كوكو، انا نحتاج كاس وربع. هذاك نواه كوكو كذلك نضيفه تدريجيا حتى نتحصل على قوام ثقيل يجي كيما تاع المسكوتشو، ما يجيش سائل بزاف، ماشي ليكيد كيما راكي تشوفي. نحط الخليط تاعي في لابوش ونحطو بجانب، ونروحو نخدمو العجينه تاعنا. عندي هنا كونفيتور، انا استعملت تاع المشماش، ومن المستحسن يكون ليكيد. كيما تحبي تستعملي الفوغاج كيما حبيتي. عندي ليمون هذو، انتي واش عندك ديري، تاع الجزيريات تاع المهرز واش حبيتي ديري. هذوك الكرات اللي شكلتهم راح نشكلها كشغل اسطوانه، من بعد نحطها في المول باش تسهلي الخدمه. ونخدم غير بالسبابه ولا بالابهام عفوا. بهذه الطريقه نحي هذيك الزائده كامل. كره نخدمها شكل اسطواني، من بعد نخدم غير بالابهام، نعبز هكا وما تكونش رقيقه بزاف، يعني ونحط تفسد لي الكاطو، وما تكونش خشينه بزاف. نحي دائما الزائد، عمليه سهله وتقدري حتى وليداتك باش يعاونوك يديروها معاك، يعني ماما حيخسروها ماما يحزنوا باسكو سهله بالبزاف. كما تقدري مول واحد اخر تعبزي عليه هذاك الشكل الاسطواني، بعد تنحيه وتنحي هذيك الزائده، يعني كيما حبيتي تخدمي. وكما قلت لك المول اللي حبيتي ديريه، ماشي شرط هذا. انا هذا واش توفر معايا. فقط نقول لكم باللي لي مول تاع الحديد ما فيهمش لامان. كي تكوني راح ديري اكيد راك حتغسليهم وتنشفيهم، من بعد دهنيهم بالزبده لانه ما فيهمش لامان.
انا كيما هذوك كتشوفوهم يبانو قدامكم قدم ما انت خدمت بهم 1000 مره، وانما هكاك ما نديرش فيهم العمل. هنا بعد ما خدمت العجينه تاعي كامل، في كل مول راح ندير مغرف تاع ديسار كونفيتور ولا فوراج. انتي واش توفر معاك؟ ما ديريش مغرف تاع قهوه، ديري مغرف تاع ديسار. اكبر من تاع القهوه، ما ديريش مغرف تاع اكل. فوالا نديرو بهذه الطريقه. هنا اللي توفر مع الفوراج اي ذوق حبت دير. هنا الحشو هذا كنت درته في لابوش، نفتحها وندير بالشكل هذا. ما تعمريش مليح باسكو رايح يتنفخ ويفيض لك. ديري قسمه تغطي بها هذاك الفوراج ولا الكونفيتور اللي درنا كيما راكي تشوفي. اما التسويه ما تسوي ما والو، ديريه كيما راهو في الكوشه وحده راح يطلق روحه ويولي مستوي. دوك نوريلكم بعد ما يطيبوا. نكمل الحبات تاوعي كامل كيما راهم بهذه الطريقه ونديرهم يطيبوا. الكاطو هذا يخرج لك 55 حبه، 55 حبه صابلي بدون تعب، والله ما يتعب. في وقفه خدمته. شوفوا بعد ما طاب وحده يستوي ويجي مليح. ما نديموليوهش حتى يبرد. كي يبرد نديموليوه بهذه الطريقه يتنحى فاسيلمون. هنا عندي مربى تاع المشماش وعندي نواه كوكو. نمسح بالبانسو غير في الوجه كيما راكي تشوفي، وكيما تقدري ما تحمريهمش هكا. تحبي ديريهم كشغل بيوضه، تحبي لي صوصال يكونوا طايبين. فقط انا نحب الحاجه تاعي تكون حمراء. من بعد كي مسحت عليهم بالكونفيتور راح ندير لهم نواه كوكو من الفوق. زيد معاكم حبه. هنا ما تروحيش تستعملي وتخدمي بهم وهما سخونين. ما كاينش حتقدري اصلا ديجا غير توشيهم رايح يتكسروا لك ويتفتوا. سورتو هذاك الحشو اللي من الفوق شغل يجي قوام تاعو اسفنجي. نمسح على الحبه هكا بالكونفيتور ولا بالعسل ولا بلا جولي واش توفر معاك ما تكلفيش راح. من بعد نديرو نواه كوكو. التزيين تاعو بسيط، خدمته سهله. الكميه الكونتيتي حنا دائما نحوسوا على الكونتيتي تخرج لك ما شاء الله تنساي كامل الكاطو. انا نغمسو في نواه كوكو كيما راكي تشوفي. وصفه سهله تحمر لك وجهك. تقدري ديريها لاي مناسبه، 5 لي ولادهم جابوا 5 للبيام ان شاء الله، الا الباك هكا في افراح في مناسبات تنفح لك ديريه. والديكور زيني بالديكور تاع هذيك المناسبه. بعد ما كملناهم جبت ترانسفير تاع كبيشو ونجيب شوكولا اللي كنت ذوبتها في البان ماغري. شحال نختار نوري لكم كيفاش نذوبها بدون اي اضافات كي نكونوا نخدموا في ترانسفير. ونعمر هذوك الترانسفير تاعي وين كاين الرسمه. وللاسف هنايا انا غلطت. نورمالمون ندير الشوكولا اللي تكون بالحليب باسكو الموتيف تاعي ملون بالابيض. انا درت له الشوكولا البيضاء استدير ما بانليش مليح. وانتي الموتيف اللي توفر معاك ديريه. ما قادر تلقاي احسن من هذا واجمل من هذا. وشوفوا لي النتيجه. مانيش نزكي في روحي وبدون اي مجامله جا كاطو ما شاء الله كور وديكور بنتو هبال. ومام الشكل تاعو بزاف راقي هادئ وبزاف شباب. اتمنى الوصفه تاعنا اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنسوناش ولا ما تبخلوناش بليجام ابوني في القناه ومام على صفحه في الفيسبوك حتى يصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي البسيطه والمتواضعه. كما راكم تشوفوا انا جامي نكلف روحي وجامي نكلفكم. نخدموا غير بالحاجه اللي نقدر لها وتقدروا لها. خليكم مع هذا الجمال ونقولكم سلام.